كثير من الناس يظن أن السعادة في كثرة الأموال، وهذا غير صحيح، هذا باطل. فكثرة الأموال لم تنفع قارون الذي خسف الله به وبداره الأرض لما بغى وطغى في أمواله وكفر بنعمة الله عليه. بعضهم يظن أن السعادة في الملك والرفعة والوظيفة والمنصب، وهذا لا أصل له. فما نفع الملك والمنصب والرفعة عند الناس ما نفعت فرعون الذي طغى وبغى في ملكه وتجبر وتكبر حتى وصل به الأمر إلى أن ادعى الربوبية. بعضهم يظن أن السعادة في تنويع المآكل والمشارب والشهوات، وهذا غير صحيح. الله قال عن الكفار: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إذن السعادة ما هي؟ السعادة إنما تكون بالعمل الصالح فقط وبتقوى الله عز وجل. لعمرك ما السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. فتقوى الله هي سبب السعادة، لا سبب للسعادة غير تقوى الله جل وعلا بفعل أوامره وترك نواهيه.